السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال كلكم عارفين الأحداث اللي وقعت في لبنان، الآلاف من الناس اللي كيستعملوا أجهزة البيجر، واللي هي شي حاجة كتقرب للتليفونات ولكن ما كيمكنش ترد منها، كتسافت غير إشارات ورسائل في أسرع وقت، وغالبا كيستعملوها في الطوارئ. الناس اللي كانوا كيستعملوا هاد البيجر في أماكن متفرقة في لبنان كلهم جاهم إشعار في واحد الوقت، ومن بعد الأجهزة كلها انفجرت في واحد اللحظة. هاد الانفجار تسبب في إصابات خطيرة للناس اللي كانوا ماسكين هاد الأجهزة في أيديهم أو دايرينها في جيابهم، وماشي غير هما، الناس اللي كانوا قريبين منهم حتى هما تصابوا. وصل عدد الإصابات لأكثر من 3000 شخص، ومن ذاك الوقت والناس في لبنان ولات خايفة حتى تقرب من شي واحد ماسك تليفون في الشارع ولا باش يمسكوه حتى هما التليفونات ديالهم. ومن بعد الأحداث هذه اللي كانوا متبعين الأخبار عارفين أن الكل هضر على هذا الموضوع، لكن السؤال اللي بغينا نهضر عليه اليوم هو كيفاش شي واحد يقدر يفجر لك تليفونك عن بعد. مرحبا بكم من جديد في قناة نص الليل بالدارجة. أكم محمد القصباوي. ولكن قبل ما نبداو، إلا كنتي باقي جديد في القناة ما تنساش دير سبسكرايب وتفعل الجرس باش توصلك الفيديوهات ديالنا أول بأول، باش نجاوبوا على هذا السؤال. خاصنا نعرفوا شنو وقع بالضبط في لبنان وكيفاش وقع. من شحال هادي كانت كاينة محاولة اغتيال لعناصر من حزب الله اللبناني، واللي وقع هو أنه الجهة المعادية للحزب قدروا يتبعوا المنتمين ليه من خلال اختراق تليفوناتهم. على هذا الحساب المسؤولين فالحزب قرروا يمنعوا أعضاء الحزب من استعمال التليفونات الحديثة. ولكن السؤال اللي بقى مطروح هو كيفاش غادي يتواصلوا مع بعضهم. الحل اللي لقاه الحزب هو يرجعوا يستعملوا جهاز البيجر، جهاز قديم كان أول مرة تصنع في الخمسينيات. هذا الجهاز كيعتمد على شاشة صغيرة كتوصل لك رسائل نصية مختصرة أو بيهات، والجهاز كيخدم غير كجهاز استقبال، يعني ماشي ممكن ترد على الرسائل. لهذا السبب سميته بالعربية جهاز الندى. غالبيا اللي كيستعملوا هذا الجهاز هم الدكاترة في حالات الطوارئ، حيث المستشفى كتقدر توصل لهم فالحين في أي وقت. ولكن مع مرور السنوات وانتشار الهواتف الذكية، جهاز البيجر ولا من الماضي، وما بقاش كيستعملوا إلا فرق الإنقاذ والفرق الطبية اللي كيحتاجوا التواصل في حالات الطوارئ. البيجر كيرتبط بشبكة راديو خاصة بيه، ما عندها حتى علاقة بخطوط الهواتف أو أبراج الاتصال ولا حتى بالأقمار الصناعية، يعني حتى لو تعطلت البنية التحتية وخطوط الاتصال هذا الجهاز كيخليهم يتواصلوا بلا مشاكل. المسؤولين في الحزب شافوا هذه الميزة، حيث الجهاز ما مربوطش بالشبكات التقليدية، ماشي متصل بالإنترنت، يعني اختراقه صعيب بزاف وكيضمن لهم الأمن. داك الشيء علاش الحزب طلب شحنة كبيرة من واحد الوكيل ديال شركة آسيوية، وكان في الطلب حوالي 5000 جهاز بيجر، وطلبوا معاهم حتى شحنة ديال أجهزة الووكي تاوكي اللي هي أجهزة لاسلكية بحال اللي كيستعملوا أفراد الشرطة للتواصل مع بعضهم. الأجهزة هذه كتشارك في واحد المستوى عالي من الأمان، ووزعوها على أفراد الحزب. ولكن في واحد النهار، بالتحديد يوم الثلاثاء 17 من شتنبر الساعة 4 مساء، الأجهزة ديال البيجر اللي عند الأفراد انفجرت وتصاب أكثر من 3000 شخص. وفي اليوم اللي من بعد يوم الأربعاء 18 من شتنبر الساعة 5 مساء وقع انفجار ثاني في الأجهزة ديال الووكي تووكي وتصاب حوالي 450 شخص آخر. كيفاش وقع هذا الانفجار؟ اللي معروف هو أن الجهة المعادية للحزب كانت على علم بأن الحزب غادي يستورد هذه الشحنة من أجهزة البيجر والووكي تووكي. داك الشيء اللي وقع هو أنهم استولوا على الشحنة، حلوا الأجهزة وزادوا فيها مواد متفجرة صغيرة جدا، حوالي 3 غرام ديال مادة متفجرة، واللي غالبا كتكون مادة البنتايثريت تترنيتريت. من بعد برمجوا الأجهزة بشيلة، تصافتت ليها واحد الإشارة معينة، تفعل المكونات الداخلية وتسبب الانفجار. هاد الناس بعد ما داروا هذه التعديلات رجعوا الأجهزة بلا ما يبان عليهم شي حاجة، وتوصلت الشحنة لحزب الله وتوزعت على الأفراد. ولكن ما كان حتى واحد كيظن أن هذا الشيء ممكن يوقع. ولكن كاينين اللي كيقولوا بل الرواية الحقيقية هي أن هاد الناس ما كتفوش بتعديل الأجهزة، بل هم اللي صنعوها أصلا باش تنفجر، وهذه كانت فخ منصوب للحزب اللي طاح فيه بلا ما يحس. دابا نجيبوا على التخوف الكبير اللي الناس كيتكلموا عليه اليوم، واش فعلا ممكن شي حد يفجر لك التليفون ديالك عن بعد؟ الإجابة البسيطة هي لا، ماشي ممكن. الحالة الوحيدة اللي ممكن فيها شي حد يفجر لك التليفون هي إلى خذاه منك بلا ما تحس، حلو، وحط فيه مواد متفجرة وبرمجوه من جديد ورجعوه ليك. هذه الحالة مستحيلة إلا كنت شخص مستهدف بشكل مباشر. التليفونات العادية ما كينش فيها شي عنصر قبل للانفجار، فإلا كنت خايف من هذا الشيء
ما تقلقش إلا إلا كانت شركة أبل ولا سامسونج بغات ديرها وتدخل في مجال التفجيرات. الحاجة اللي ممكن فعلا تسبب انفجار هي البطارية، وهذا الشيء فعلا وقع من قبل في بعض الموديلات. رجعوا نكملوا الحديث على البطاريات. في واحد الوقت كانت بعض الشركات المصنعة للتليفونات الذكية بحال شركة سامسونج تعرضت لمشاكل كبيرة مع البطاريات ديال بعض الأجهزة، وهذه البطاريات كانت كتسخن بزاف وكتنفجر بلا سابق إنذار. كانت هاد مشكلة بالخصوص مع سامسونج نوت 7، لدرجة أن الشركة كانت مضطرة تستدعي جميع التليفونات اللي تبيعوا من هذا الطراز وتوقف البيع نهائيا. السبب في هذه الانفجارات هو خلف التصميم ديال البطارية اللي كان كيتسبب في تماس بين الأقطاب ديالها الداخلية، وهذا كيبدا يسخن البطارية حتى كتولي قابلة للانفجار. ولكن حتى مع هذه المشاكل كاينين احتياطات كثيرة كيتخذوها الشركات الكبيرة اليوم باش يتفاداو هذا النوع من الكوارث. أولا، المواد اللي كتدخل في تصنيع البطاريات الحديثة بحال الليثيوم كتكون مراقبة بصرامة. ثانيا، كل بطارية كتكون محمية بواحد الغلاف اللي كيعزل الأقطاب باش ما يوقعش تماس كهربائي داخل البطارية نفسها. وثالثا، الأجهزة الحديثة عندها واحد النظام اللي كيوقف الشحن بشكل أوتوماتيكي إلى وصلت البطارية لأقصى مستوى ديالها باش ما تبقاش تسخن أو تتعرض للانفجار. دابا إلا كنتي كتشوف شي واحد كيخاف يستعمل التليفون ديالو حيت كيظن أن شي حد يقدر يفجر ليه التليفون عن بعد، ما كاين حتى داعي للقلق. الحالات اللي فيها انفجارات ديال البطاريات فالتليفونات الحديثة كتكون نادرة جدا ومربوطة غالبا بخلف التصميم أو استعمال شاحن غير مناسب. فبزاف ديال الأحيان استعمال شواحن غير أصلية بحال ديك الشواحن الرخيصة اللي كيباعوا في السوق كيزيد من احتمالية تسخين البطارية لدرجة أنها تنفجر، ولكن حتى هذه الحالة ماشي شائعة. نرجعوا لدابا لبنان. الشيء اللي كيخلع في الحدث اللي وقع هو أنه ماشي الأجهزة اللي كانت فيها مشكل داخلي، ولكن المواد المتفجرة هي اللي ضافوها ليها بطريقة احترافية باش تبدو الأجهزة عادية، ولكن في الحقيقة كانت فخ منصوب باش يقتل أكبر عدد ممكن من الناس. واللي كيزيد الموضوع غموض هو أن الانفجار وقع في الوقت نفسه، معناه أن الجهة اللي دارت هذا الفخ كانت مبرمجة كل شيء بطريقة دقيقة باش ينفجر في ظروف معينة. التساؤل اللي كيطرحه الناس دابا هو شكون اللي وراء هذه العملية، واللي معروف حاليا هو أن الجهات الأمنية في لبنان فتحت تحقيق في الموضوع، ولكن ما زال ما كاين حتى دليل واضح على الجهة المسؤولة، رغم أن الشكوك كتوجه نحو بعض الأطراف اللي عندها مصلحة في زعزعة الاستقرار ديال حزب الله. نختموا هذه الحلقة برسالة: احنا عايشين في زمن اللي التكنولوجيا ولات فيه جزء كبير من حياتنا اليومية، ولكن هذه التكنولوجيا اللي كتسهل لنا بزاف ديال الحاجات عندها حتى مخاطرها، وخاصنا نكونوا واعيين ونستعملوها بحذر، وبالطبع نلتزم بالقوانين والإرشادات الأمنية. ما تنسوش ديروا سبسكرايب لقناة نص الليل بالدارجة، حيث كل حلقة كنجيبوا لكم قصص واقعية وغامضة اللي كتستاهل المتابعة. كنخليكم دابا على أمل لقاء آخر في حلقة جديدة. مع السلامة وتهلاو في راسكم.